عرفنا السيشن اللي فات ازاي بنكريت الروس 2 باكج. ودلوقتي بقى في السيشن ده هنبدا نطبق الكلام اللي احنا اتعلمناه في السيشنز اللي قبل كده، هو نبدا نكريت ببلشر. طيب الببلشر احنا فاكرين ان كان في نوعين من النودز شرحناهم، وهو النود اللي هي اللي بتكون ببلشر والنود اللي هي بتكون سبسكرايبر. النود اللي هي بتكون ببلشر قلنا انها النود اللي هي بتبلش الداتا او بتنشر الداتا، والنود اللي هي سبسكرايبر هي النود اللي هي بتستقبل الداتا، اللي هي بتاخد الداتا بتستقبلها، بتسبسكرايب لتوبيك وبتستقبل الداتا اللي الببلشر بيبعته. طيب الببلشر ده قلنا عشان بيبعت مسجز. المسجز دي بتكون ليها داتا تايبس اللي هي بتكون ليها داتا تايبس، ممكن تكون different data types، ممكن تكون image، ممكن تكون string، ممكن تكون float، ممكن تكون int. و السبسكرايبر وبتبعت المسج ديت على توبيك، والسبسكرايبر بيستقبلها، بيستقبل عن طريق ان هو بيسبسكرايب للتوبيك وبيستقبل الداتا ديت، وبيعمل لها بقى بروسيسنج، بياخدها بقى يعمل فيها اللي هو عايزه. طيب فاحنا دلوقتي هنبدأ نكريت الببلشر بتاعنا. زي ما احنا شايفين دخلنا في الباكج او في السورس في ماي روبوت، كتبنا publisher. في publisher دوت publisher node هنسمي النود بتاعتنا publisher obviously. وبعدين هنبدأ نعمل بقى نكريت الكود بتاعنا. الكود بتاعنا اول حاجة هنعملها هي import للروس باي، الروس rcl باي library، وبعدين من ال rcl باي دوت node هن import كلاس اسمه node، وبعدين هن import من standard messages الداتا تايب بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله publishing اللي هو string. بعدين هنكريت كلاس. طبعا تنويه مهم جدا ان انا هنا لازم اللي بيتفرج على السيشنز او بيحضر السيشنز ديت لازم يكون عنده basic programming knowledge اللي هي في ال object oriented programming او basic python knowledge عشان يقدر ان هو يفهم اللي احنا بنعمله في الكودز ديت. طيب بعدين هنعمل ال inheritance super dot init. طبعا ده بيوفر علينا وقت ان احنا ما نحتاجش نكتب كل حاجة من الاول، وده الميزة بتاعت ROS2 ان هما they created وكتبوا كل الفانكشنز اللي انت محتاجها في الباك اند عشان نستاندردايز الموضوع، بدل ما كل واحد يكتب لي ببلشر بشكل ويبقى كل واحد بيعمل حاجه بطريقه مختلفه. طيب دلوقتي بقى هنكريت الببلشر بتاعنا. الببلشر بتاعنا ده اللي هو سيلف هنسميه ببلشر عادي، وبعدين هنسميه ببلشر عادي. نسينا نكريت هنا الفانكشن اللي اسمها اصلا init اللي بنعمل فيها initialization، وبعدين هنا تمام. رخامة البايثون دايما في موضوع الاندنتيشن ده ان هو حاجة رخمة يعني. طيب بعدين هنقول self dot create publisher. طبعا احنا عارفين الكلام ده جه منين عشان احنا عملنا inheritance من نود، فاكنك بتقول node dot create publisher اكنك بعدين string، بعدين هنقول هنشرح طبعا كل الارجمنتس ديت و10. طيب ايه الارجمنتس ديت؟ بكل بساطة عندي create publisher. طيب الببلشر ده بيبعت بيبعت داتا. الداتا ديت لازم يكون لها تايب او لازم يكون لها نوع. النوع بتاعي اللي انا عايز ابعته هو string. طيب بيبعت داتا، قلنا بيبعت الداتا على بيبعت الداتا على التوبيك. التوبيك اللي انا عايز اعملها النهارده اسمها توبيك، او ممكن اسميها string topic مثلا على اساس ان انا هبعت عليها strings بس. طيب و10 ايه الرقم ده؟ الرقم ده هو الكيو سايز او الطابور من الاخر اللي المسجز بتقف فيه. طب المسجز دي بتقف في الطابور ده ليه؟ المسجز دي بتقف في الطابور ان كيس ان انا عندي سبسكرايبر نود المفروض تسبسكرايب للمسجز دي، او المفروض تسبسكرايب للتوبيك ديت بس متأخرة. يعني المسجز ديت اتأخرت في الوصول لسبب ما في الطريق. فايه اللي بيحصل؟ بحطها في كيو، بحطها في طابور. طيب الطابور ده اتملى بقى فيه خلاص ال10 مسجز بتوعي واتملى على الاخر. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا الطابور ده بكيك اوت اخر مسج، سوري، بكيك اوت اول مسج وصلت، وبيحط اخر مسج مبعوثة.
طيب يعني الببلشر نود من الاخر بتفضل تبعت طول الوقت، بس لو حصل وان ان الوصول او النود اللي المفروض تستقبل المسجز ديت اتاخرت في الاستقبال لاي سبب من الاسباب، بتقوم الببلشر نود حاطه المسجز ديت في كيو، والكيو ده بيبقى ليه مساحه مثلا 10 مسجز. وانس ان هو اتملى بيشيل اول مسج اتحطت فيه ويحط اخر مسج اتبعتت. تمام، بس كده باختصار يعني. طيب بعديها بقى هقوم معرف حاجة اسمها التايمر بيريد بتاعتي. التايمر بيريد ده variable هنسميه تايمر بيريد، وبعدين هقوم عامل سيلف دوت تايمر، وهنشرح ايه التايمر ده دلوقتي حالا، ما تخافش. دوت create timer. المفروض يكون ان هو obvious شوية، يعني ايه التايمر ده بيعمل ايه؟ هو تايمر باختصار يعني، تايمر ما بيعملش حاجة اكتر من كده، يعني ان هو تايمر. طيب التايمر كول باك، التايمر كول باك دي هي بقى المهمة دلوقتي يعني. وهنعمل index self dot I equal 0، هنinitialize الاندكس بتاعتنا. طيب ايه بقى التايمر كول باك؟ هي basically انا عايز النود بتاعتي تشتغل كل قد ايه، يعني انا بحط التايمر ده على عشان يديكتيت او يحكم النود بتاعتي هتشتغل كل قد ايه او هيحصل لها فايرنج كل قد ايه. فانا مثلا هقول اول حاجه في التايمر كول باك دي هعرفها هي المسج، نوع المسج بتاعتي، وبعدين ايه بقى المسج اللي انا هبعتها. خلاص انا عارف انها string تمام وانها مسج والكلام الحلو ده كله، بس انا عايز بقى ابعت المسج ديت، فهبعتها هقول ان انا هسميها hello world مثلا، او خلينا نسميها حاجة اشيك شوية hello robot مثلا. تمام، وفي المسج ديت هقوم حاطط الاندكس بتاعي اللي هو self dot I. تمام، وبعدين هقوم قايل ان الببلشر بقى بتاعي دلوقتي، الببلشر بتاعي يا ريت يا استاذ ببلشر ايه تببلش، تببلش يعني تعمل الفانكشن بتاعتك ان انت تببلش المسج ديت. تمام، وبعدين لو عايز بقى نظافة، عايز الكود بتاعي يكون نضيف، بقوم حاطط اللوجز، بقوم حاطط في اللوجز info، وبعدين ايه هنقول ان انا بعمل publishing. تمام، للمسج اللي احنا بنعملها دي مسج. ممكن اسهل نعمل copy عشان ده بيقلل الغلطات شوية. طيب نعمل message dot data info if publishing تمام تمام تمام. طيب وبعدين ايه هنعمل الاندكس بتاعنا، هنعمل له incrementation. طيب نعمل له increment. طيب ايه بقى التايمر كوم باك وايه حوار التايمر ده؟ التايمر ده بيسكلي هو اللي بيقول لي امتى هشغل النود بتاعتي، او هشغل النود بتاعتي بيسكلي كل قد ايه. بس باختصار يعني هو الببلشر نود كلها هتشتغل جوه التايمر كول باك ديت، وانا بقى كرييت التايمر ده مثلا بتايم بيريد 0.5 عشان once ان النود initialized او once ان النود triggered الكول باك دي هتشتغل كل نص ثانية او كل 0.5. لو حطيتها مثلا ب1 يبقى النود دي هتفضل شغالة يعني هتشتغل ثانية وبعدين تقف، وبعدين ثانية وبعدين تقف، وهكذا. تمام، طيب وبعدين عندي المين اللي هيرن بقى النود ديت. مش equal none.
ماشي. بعدين عندي rcl py dot main dot init. تمام. وبعدين النود هنقول النود ان هنعمل بقى instance من الكلاس بتاعنا اللي هو publisher، وبعدين هنعمل try، نعمل row spin. ايه بقى السبين ديت؟ السبين ديت هي اللي بتتريجر النود بتاعتي وبتفضل شغالة forever لغاية لما اوقف انا النود. مثلا هنا احنا قلنا هنوقف النود once ان ايه مثلا حصل keyboard interrupt. finally destroy يعني من الاخر كده لو حصل اي لو حصل اي interrupt من الكيبورد، يعني مثلا دوست كنترول سي على التيرمينال او حاجة، هيقوم عامل لي directly killing للنود ديت او هيدستروي النود ديت. طيب يعني باختصار اللي احنا عملناه هنا ان احنا عملنا او to sum up يعني عملنا creating للpublisher، عملنا creating للتايمر، والتايمر ده هو اللي بيديكتيت النود بتاعتي هتشتغل كل قد ايه. فانا مثلا هنا النود بتاعتي هتشتغل كل نص ثانية once it's triggered. طيب والنود دي بتتريجر ازاي؟ النود دي بتجت triggered من الروس بين. انا مثلا ممكن اخليه روس بين في روس بين once، مثلا ان انا اخلي النود دي تشتغل مرة واحدة. طيب لو انا هعمل روس بين، فالروس بين ده هيفضل شغال فور ايفر، فالنود ما ينفعش تفضل رانينج فور ايفر. فانا بعمل التايمر كول باك ده عشان النود تفضل شغاله لمده المده اللي التايمر محددها. يعني مثلا هشتغل نص ثانيه وتقف نص ثانيه، هشتغل نص ثانيه وتقف نص ثانيه، هشتغل نص ثانيه وتقف نص ثانيه، وهكذا. فهو الكول باك يعني من الاخر كده الكريت تايمر ده هيكول الكول باك ديت كل نص ثانيه بس كده. تمام. فكده احنا فهمنا يعني ازاي نكريت ببلشر. في السيشن الجاي بقى هنكريت سبسكرايبر. الموضوع هيبقى سهل جدا في السيشن الجاي، ان هو هيبقى شوية تويكس بسيطة جدا في الكود هنكريت بيها السبسكرايبر بتاعنا.